قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: أي ربي قطع بعضي بعضا. تقول يا رب القيامة امتى؟ عشان عايز حد اطحنه جوايا. بعضي قطع بعض. وانت عارف لما العلماء بيتكلموا عن وادي الويل، ويل لكل همزة اللمزة وادي في تفسير بعضهم يعني، فبيقول لك الويل ده واد تستغيث الأودية المجاورة له من حر. أودية برضه، أودية حر برضه، نار جوه النار. أمال لما يوضع فيها البني آدم يحصل له إيه؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فأذن الله عز وجل لها بنفسين. نفسي كده، طلعي الضغط اللي جواكي ده مرة واحدة في الصيف ومرة واحدة في الشتاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلق بقى، بيقول لك إيه؟ فأشد ما تجدونه من الحر فإنما هو من قيظ جهنم، النفس بتاع الصيف ده. وأشد ما تجدونه من البرد فإنما هو من زمهرير جهنم. ما هو نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. النار دي فيها نار وفيها برد، فيدخل أهلها، نسأل الله عز وجل أن يحرمنا على النار وأن يجعلنا ممن لا يسمعون لها حسا. يدخل أهلها إلى النار، فإذا استغاثوا منها أخرجوا منها إلى الزمهرير. فإذا دخلوا إلى الزمهرير اللي هو شدة البرد، عظمهم بيفرقع بينفجر، فيتشكون مرة أخرى فيعودون إلى النار يطوفون بينها وبين حميم آن. لذا لا يجد المرء الحر إلا اغتنمه من وجوه. الوجه الأول يغتنمه من التذكرة. المؤمن دائما له شواهد تذكره. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة. يوم لما يولع البوتاجاز، لما يطش شوية زيت يجوا عليه بتاع، دائما يذكر الايه؟ جعلناها تذكرة الأول. يعني غلط ان انت تطبخ دغري قبل ما تفتكر نار جهنم. تذكرة الأول ومتاعا للمقوين اللي هم نزلاء الصحراء، هم اللي يعرفوا قدر النار أكثر من غيرهم. فيذكر بهذا الحر جهنم ويستعيذ بالله عز وجل منها. والشيء الثاني أنه يغتنم فيه العمل. كان عبد الله بن عمر إذا أحس باليوم الحار الصائف صام، وكان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما صائفا لله عز وجل حرم الله عليه النار. يبقى دي بدي يصوم يوم حر، فلذلك كان يتحراه. وصام الأسود بن يزيد أيام الحر حتى اسود حلقه، وكان يفتح بقه كده ما تلاقيش فيه حمار في شدقه، اسود كأن الدم اللي جوه شبه يبس من شدة من صيامه أيام الحر الشديدة اللي بتؤثر عليه، تؤثر حتى على الإنسان يشعر بده.